تمرية سهلة قوي ومش مكلفة. كان عندي العلبة دي، شلت من عليها الاستيكر وعملت فيها فتحة في النص وركبت فيها الزرار ده، جبته من عند الموان وربطته من الناحية التانية. بعد كده رشيته سبراي وجبت كمان دواية بقاعدة وهي كان لونها مناسب فما دهنتهاش حاجة. استخدمت بقى شريط الاسترس ده عشان ازين بيه العلبة نفسها، فلزقته على العلبة كلها كده، واستخدمت سوبر جلو لزقت العلبة في القاعدة وبس كده. شوفوا شكلها طلع تحفة ازاي. هلال شكله مختلف وشيك قوي. محتاجين طارة خشب نقصها بالشكل ده، ناحية اكبر من التانية بشوية، ونلزق اطراف الخشب في بعض بالشمع. ممكن بقى نسيب الهلال كده او نغطيه كله بخيط الخيش. قصيت 4 خيوط كده عشان يسهلوا عليا ولفتهم على الهلال كله، وعملت هلال تاني بنفس الطريقة وقصيت 3 من خشب الشيش طاووق وغلفتهم بخيط خيش، وبدأت الزق الخشب ده بين الهلالين. بعد كده لفيت خيط الخيش على الهلال بشكل عشوائي، واستخدمت بيبي لايت ولفيته برضو زي الخيط كده. واخر خطوة بقى محتاجين اي كرتونة فاضية نحط فيها حاجة تقلها ونقفل الاطراف كويس باللزق. وقدامكم حاجة من اتنين، يا تغلفوها بستيكر يا تدهنوها زي ما انا عملت كده. نسيبها تنشف كويس وبعدين نثبت عليها الهلال. شوفوا شكله خطير ازاي، بجد تحفة. فكرة حلوة قوي مش مكلفة لو عندكم غطا جردل زي ده. جبت الاستيكر الرمضاني ده، في منه اشكال كتير، قصيت دايرة على قد الغطا ونلزقها واحدة واحدة كده ونفرغ الهواء. بعد كده نزين الحرف باي شريط متوفر عندنا. كمان من جوه كده استخدمت شريط تاني بلون مختلف، كان شكله حلو قوي. وبس كده ممكن تحطوا عليها اي ديكورات رمضانية كده، صينية حلوة قوي. التكلفة بسيطة جدا. مدفع رمضان بطريقه بسيطه قوي. كان عندي الازازه دي وانا بحب احتفظ باي حاجه شكلها مميز كده، شلت من عليها الاستيكر ورشيتها سبراي، قصيت دايره على الكرتون قطرها 7 سم وفرغتها ولفيت عليها كلها حبل خيش. بعد كده محتاجين عصيان شيش طاووق نقصها بمقاسات صغيره مناسبه للفراغ اللي جوه الدايره ونلزقها. عملت طبعا العجلتين بنفس الطريقه. بعد كده قصيت 3 قطع من عصيان الشيش طاووق ولزقتهم في بعض وغلفتهم بخيط خيش، ولزقت العجلتين في اطراف الخشب ده، وقررت الف نفس الخيط على اول الازازه كده وثبتها في النص هنا بمسدس الشمع. شايفين بقى سهل وسريع قد ايه، وبرغم كده طلع تحفة. السبحة الترند بطريقة سهلة قوي. محتاجين كور خشب زي دي وخيط مكرمية رفيع او خيط خيش. حطيت شمع على طرف الخيش ولما برد سحبته كده، وكمان قصيته بالشكل ده عشان يبقى سهل عليا وانا بدخله في الكور. بعد كده محتاجين كرتونة او غطا زي ده ونبدأ نلف عليه الخيط. انا لفيته 30 مرة. بعد كده نطلعه من الغطا. فكيت بقى الفتلة دي من بعض، فطلعت لي طرفين خيط ربطت بيهم الخيوط دي من النص. بعد كده نقص الخيوط من تحت كده ونفكها من بعض ونسويها كده ونلمها. بعد كده قصيت جزء من الخيط وفكيته من بعض عشان اخد منه فتلة رفيعة كده والفها على الجزء ده واربطه. بعد كده سويت الاطراف وقصيت الزيادة، وده كده بقى شكلها. عملت التانية بنفس الطريقة. بصوا بقى سهلة وتحفة وشكلها خطير قوي. طريقتها بسيطة جدا، توزيعها سريعة وشكلها تحفة. اول حاجه نتني الورقه على بعض بالشكل ده، تبقى واحده فوق التانية. نحط بينهم غيره او دبل فيس عشان نلزقهم في بعض. وتنيت جزء صغير من تحت حوالي 6 سم. بعدين بتني الزاويه دي لتحت كده والزاويه التانية كمان، ونفتح التنيات كلها ونبدا نضمها على بعض بالشكل ده. نتني بقى المثلث ده تانية صغيره لفوق، والمثلث التاني نتنيه عليه ونفتحهم ونحط دبل فيس او غيره على الاماكن دي ونقفلهم تاني عشان يلزقوا في بعض. وبس كده نفتحها بقى. ناقص بس نزينها. انا هزينها بالورق الذهبي ده، شريط عرضه 1 سم ولزقته فوق كده. بعدين قصيت قطع صغيره من باقي الشريط ولزقتهم بالشكل ده، ولزقت قطعه كبيره هنا. وبس كده خلصنا تزيين. نحط بقى التوزيعات بتاعتنا. حطيت الفانوس القمر ده وشويه حلويات، وعشان نقفلها بقى نتني حته صغيره كده لورا، تانية واحده او تانيتين. ممكن بقى نقفلها بالدباسه او نلزقها. شكلها طلع خطير وسهل قوي، ما بتاخدش اي وقت.